بص محمد هاني فين؟ شايفين محمد هاني فين كويس؟ ده الشكل اللي بيطلع بيه بالكورة ريبيرو. طبعا هو في كام شكل، بس خلينا نشوف محمد هاني بيدخل لجوه وزيزو هو اللي بيفتح لبره. طبعا دي زود من جودة الكرة العالية اللي زيزو لعبها اكتر من مرة لتريزيجيه واللي جه منها الهدف. بمعنى صح محمد هاني هنا بيقوم بدور ان انا وقت ما تكونوا مزنوقين انا داخل جوه الملعب. ريبيرو بيطلع من على الشمال وبينقل الكرة ناحية اليمين، والكرة دي اتعملت اكتر من مرة، منها جه الفاول ومنها برضو جه الجون التاني. ده شكل من اشكال طلوع ريبيرو بالكرة من الخلف. الشكل التاني من طلوع ريبيرو بالكرة من الخلف وهو طبعا الكرة الطويلة من الشناوي على اي واحد نازل سواء زيزو او جردشار، ينزل لعمق الملعب او يدان واقف عند خط السنتر ويتلعب له الكرة عالية وينزلها هو اللاعب التاني. ده الشكل التاني من طلوع ريبيرو بالكرة. طبعا المشكله عند الاهلي ان لو طلع يم ياسر ابراهيم، وده اللي معظم الفرق هتلعب عليه، ان هم يضغطوا على ياسر ابراهيم. عشان كده ريبيرو بيطلع دايما بالكره من ناحيه الشمال، من ناحيه بيكهام او ياسين مرعي او محمد شكري او كريم فؤاد او تريزيجيه لما بيساعد الفرقه، بيجمعوا اللعب هناك وبينقلوها ناحيه اليمين. دي اشكال طلوع ريبيرو بالكره من الخلف للامام.